معلومة دقيقة في دقيقة أقدم لحضراتكم من خلالها تكملة المجموعة رقم 15. المجموعة رقم 15 دي مكونة من الجنيه والنص وربع وال5 جنيه وال10 جنيه. احنا قدمنا قبل كده ال10 جنيه، احنا بنقدم النهاردة الجنيه. ده طبعا جنيه توقيع حقوق العودة التوقيع الأولاني. طبعا التوقيع الأولاني بغفيكساته كاملة دي. المجموعة دي توقيع حقوق العودة. طبعا مجموعة حقوق العودة مجموعة كبيرة جدا، عددها كبير جدا. طبعا زي ما قلنا الطريقة دي طريقة جميلة. هيبقى كل عن الألبوم اللي عندنا كله برقم 15 يحتوي على العملة المصرية كلها بصفة عامة. الجنيه والنص وربع والخمسة والعشرة والخمسين والمية ما يتيسر منه. طبعا طريقة طبعا أكيد جميلة جدا ومبتكرة، محدش يناولها لسه على مستوى العالم إلا ما نظر. طبعا توقعات قديمة هي محمد فتاح إبراهيم دون سنة 1980. طبعا 1980 دون شلبي، دون شلبي هون. شلبي، صلاح حامد، حقوق العودة تاني صلاح حامد. طبعا عايزين طبعا يترتبوا ويتحطوا في ألبوم، بس أنا طبعا الموضوع كبير فتلاقوني بياخد مني فترات طويلة علشان أجمع رقم 15 كله. في مثلا كمثال في الجنيه وفي النص وفي الربع وفي الخمسة وفي العشرة. طبعا انما في النهاية خالص بتبقى طبعا تحط في الألبوم مجموعة جميلة تحترم أكيد. فيها تعب وفيها شغل جامد وفيها برستيج عالي. يعني دي كمالة المجموعة هي أقولها لكم برضه. احنا بنقول ايه ساعات بدايات مجموعة، ده الجنيه دي طبعا هي ما تيسر من ال5 جنيه، ما تيسر من ال4 جنيه اهو. طبعا ربع جنيه يبقى له مدة طويلة ما عادش بيتعمل، عشان كده هو مجموعته تعتبر إلى حد ما يعني قليلة. ولكن ده ربع جنيه كله رقم 15. ده الموضوع اللي أنا كنت حابب أكلمكم فيه النهاردة عن تكملة المجموعة رقم 15 في باقي فئات البنكنوت المصري. موضوع جميل رائع يستحق إنه يتنشر، يستحق إنه يتقال عليه كلام كتير. شكرا لحضراتكم، حسن متابعتكم، حسن إصغائكم. أتمنى أكون أضفت معلومة جديدة أو حاجة جديدة أو طريقة جديدة للجمع لحضراتكم. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.